اللي هحكيه دلوقتي مش مشهد من فيلم ولا سيناريو من مسلسل. دي جريمة حقيقية حصلت في وضح النهار، في وقت الناس بتصلي فيه الجمعة، وفي مكان المفروض إنه أمان. شاب عاطل مدمن فقد إنسانيته بالكامل، وقرر ينهي حياة طفل بريء عمره ما كملش حتى 5 سنين. السبب مش خصومة ولا حتى خناقة، السبب أبشع من كده بكتير. تابع معايا للنهاية علشان تعرف تفاصيل الجريمة اللي هزت كفر الشيخ، وتعرف إزاي المخدرات ممكن تخلي أقرب الناس هو نفسه القاتل. ولو أنت جديد هنا أو بتحب النوع ده من القصص الواقعية اللي توجع القلب، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ الحكاية. في يوم جمعة الناس كلها في المساجد، الجو حر والشوارع فاضية إلا من صوت الأذان والهدوء اللي بيغلف العزبة. المكان عزبة الشواتفي تبع قرية دفرية مركز كفر الشيخ، والبطل أو بمعنى أصح المجرم شاب عنده 22 سنة، عاطل معروف في المنطقة إنه مدمن مخدرات، وبالذات مخدر الشابو اللي بيبوظ العقل ويقتل الضمير. اللي حصل صعب يتقال، صعب حتى يتفهم. الولد ده قرر إنه ياخد ابن أخوه الصغير اللي عمره 4 سنين بس، اسمه عمر، طفل بريء ملوش ذنب، بيحب يلعب ويضحك، حياته كلها لسه قدامه، لكن القدر كان كاتبله نهاية مأساوية على إيد أقرب الناس ليه. المتهم ركب توك توك وراح للطفل وقال له يلا نخرج شوية نتمشى، والطفل طبعا صدق، ده عمه ومين هيخاف من عمه. راح بيه عند الترعة اللي جنب العزبة، واستغل إن مفيش حد ماشي ولا في شهود، والجو حر والناس كلها في الصلاة، وفي لحظة شيطان قرر يغرق الطفل في الترعة. بالفعل نزل بيه غرقه بإيده ووقف يتفرج عليه وهو بيموت. بس ما اكتفاش بكده، بعد ما اتأكد إن الطفل مات طلع جثته من المية ورماها في الزرع اللي جنب الترعة كأنه بيرمي حاجة ملهاش قيمة. وبدل ما يهرب أو حتى يستخبى، اتصل بأخوه والد الطفل وقال له بكل برود أنا قتلت عمر وهتلاقيه في المكان الفلاني، وقفل السكة وساب الأب ينهار على صوت التليفون. الخبر انتشر في العزبة كان نار في الهشيم، الناس طلعت تجرى والشرطة وصلت فوراً وبدأت التحريات. الجثة كانت في نفس المكان اللي قاله. المباحث قدرت توصل للمجرم وتم القبض عليه، والنيابة العامة بدأت التحقيق وقررت نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ، وطلبت الطب الشرعي علشان يحدد سبب الوفاة. الناس كلها في حالة ذهول، العيلة اتدمرت والأب منهار والأم مش مستوعبة اللي حصل، والجيران مش مصدقين إزاي واحد يقتل ابن أخوه، إزاي المخدرات تقدر تمسح إنسانية البني آدم وتخليه وحش. كل يوم بندفع تمن غالي جدا للمخدرات، بس المرة دي التمن كان طفل بريء وعيلة كلها ضاعت.